السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لك قبيلة في اللايف، إذا كان الإنسان لما يلبس لباس معين هذا اللباس أصبح شعارا ودثارا لأهل البدع والضلال مثل الخوارج والصوفية وغيرهم، وحتى أهل الملل الأخرى، فقد نهينا عن اتباعهم وأمرنا بمخالفتهم، اليهود والنصارى وحتى أهل البدع، لأن فيه تكثير لأهل الباطل. وإذا كان الإنسان يعتقد عقيدتهم فيجب عليه أن ينتهي، لأنها عقائد فاسدة. فالخوارج يلبسون السواد تبعا لعقائد فاسدة، ويستدلون بدخول نبينا صلى الله عليه وسلم مكة بعمامة سوداء، فيلبسون هذا السواد عقيدة منهم أنهم يعيشون في ديار غير مسلمة، وتنجر عليها مفاسد وعقائد فاسدة ومنهج فاسد إلى آخره. بارك الله فيك. فلما يصبح الأمر شعارا ودثارا وجب علينا مخالفته، كلبس اللباس الأخضر إذا كان شعار ودثار، كلبس هذاك اللباس المرقع تاع الكركارية بطبيعة الحال، لأن ربنا جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ورسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الأمور التي فيها تشبه وتحزب، تشبه بأهل البدع وتحزب. حتى الاسم إذا كان فيه تحزب تنتهي عنه ولا تنتمي إليهم، إذا كانوا يدعون لأصولهم ومبادئهم ولا يدعون إلى الكتاب والسنة أيضا لا تجتمع معهم ولا تكثر سوادهم ولا تعتقد عقيدتهم ولا تتسمى باسم، حتى لو ظهر لك في الظاهر أنهم على خير، كما الإخوان المسلمين، كما جماعة الدعوة والتبليغ يسميهم ثاني الأحباب، الصوفية بطرقها. هذا تحزب، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نتحزب ولا نتشبه بالمشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، يدعون لأنفسهم، يدعون لطريقتهم، يدعون لأحزابهم، يدعون لمبادئهم، يدعون لأفكارهم، فيصبح الولاء والبراء عليهم وليس على الله ورسوله، يعني الكتاب والسنة إلى آخره. هذا هو بارك الله فيك العلة في تكثير سوادهم واعتقاد عقائدهم الفاسدة. حتى الكلام، يتكلمون بكلام. في زمن علي رضي الله عنه كانوا يرفعون أصواتهم في مسجد الكوفة: لا حكم إلا لله، لا يقلون أدبهم مع الصحابي الجليل، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، حتى ترتفع أصواتهم وهو يتكلم ويخطب. فكان ذلك يحزنه ويؤلمه، فقال مقولته الشهيرة: كلمة حق أريد بها باطل، المحكمة، لا حكم إلا لله. اليوم يقولون باقية باقية، يقصدون الدولة، باقية باقية. تجدهم يكتبونها في التعليقات، يكتبونها ويضعون صور يطيلون شعورهم. هذا أيضا شعار ودثار الخوارج، يطيلون شعورهم ويتصوروا صورة يعطيك بالظهر ويطول شعره. يكتبون لا إله إلا الله بالسواد، هي لا إله إلا الله، يعني وما أدراك ما لا إله إلا الله، لكن هي شعار ودثار لهم بالصور إلى آخره. فلما تتكلم بهذا يقول لك ما عجبتكش كلمة لا إله إلا الله، بل تعجبني وأنا ألهج بها ليلا ونهارا، لكن لا أجعل الصور والكلام إلى آخره شعار ودثار لكي لا أزيد في سوادهم ولكي لا يفسد منهجي. بارك الله فيك. لأن هذه بدع مخرجة من دائرة أهل السنة والجماعة وتابعة لعقائد فاسدة، ونحن في زمن فتنة، نحن في زمن فتنة. أسأل الله أن يهدي شبابنا، لأنه لما يجي الشاب عشريني في عمره 18 سنة عنده قوة، عنده نشاط، عنده طاقة، وعنده عاطفة دينية وحب للإسلام، ويشوف الصور تاع المسلمين وش يصرى فيهم، ويسمع أنشودة من الأناشيد الحماسية، وهذا عامل أساسي مؤثر للانضمام إلى هذه الجماعات. ثم يريه بن سلمان وهو يأتي بجينيفر لوباز، ويأتي بهذيك اللي قالت لهم سعودية نا، ويأتي بكريستيانو، ويأتي ويصرف أموال المسلمين. يعني هنا أموال المسلمين بين قوسين السعوديين، ماهوش رئيس تاعنا. ثم الشباب لا يفهمون هذه الأمور، لا يفرق أنه في زمن فتنة، ويفرق بين المعصية وبين الخروج من الملة إلى آخره.
ويقول له هذه سبت الرب في السعوديه وهذه ما نعرف شو. ارواح نتقدنا الشباب باللي هذا حق وهذا باطل وهذا لا وهذا غلط وهذا راهو. بعد مده بعد خراب البصره باش يفيق ويولي في عمره 70 سنه اذا منع يقول لك ندمت وشداني. والان هم يعني يذكرون في شهاداتهم انهم ندموا على انضمام من هذه الجماعات. لكن لمن تقرا زبورك يا داوود شاب عشريني مش معاك خلاص نافح السيد يشوف فيها حاجه فراغ خلاص. انت ك 40 سنه ولا عندك الولاد ما تشوفش واش يشوف هو، وتعلمت وشفت وخبره من هو ما يشوفش. حتى لو كان يشوف الحق يكذب ويقول لك لا اللي قالوا لي هما صح، وهم يريدون عليك شبهات. اذا كان بعض التابعين ويعني لبس عليه الامر في فتنة عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنه، ما بالك شبابنا اليوم والفتنة اللي حاصلة اليوم. إذا كان رجل صالح مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبين له أنك سيفعل بك كذا وكذا وعلى فتنة تصيبك إلى آخره، واغتروا بعض الناس بما فعله الذين خرجوا على عثمان. ولو أن الخوارج أصلا خرجوا في زمن علي، الذين قبلهم يقال لهم بغاة، ولو أنهم فعلوا فعل الخوارج، لكن خوارج من الناحية الشرعية يعني الكلمة الشرعية خرجوا في زمن علي. لأنه على كل حال هذا أمر آخر لبس عليهم. حتى كانوا إذا دخلوا على عثمان إلى الدار، لذلك سمي يوم الدار، يعظهم فيخرجون وكأنهم لم يعرفوا قوم فيذهبون، وهكذا وهكذا حتى حرضوا عليه فدخل من دخل وفعلوا به ما فعلوا به باش ما يروحش الفيديو. فماذا فعلوا بعد ما فعلوا بعثمان؟ ذهبوا إلى بيت مال المسلمين فنهبوه يا رجل. فقيل لهم أتفعلون هذا؟ المغررين هذوك اللي كانوا يحسبوا فيهم صح عندهم صلاح وخوف من الله، هل سيكونون أخوف من الله من عثمان بن عفان؟ أبدا. فقالوا ويحكم استبحتم دمه ولا تستبيحون ماله، ودوا المال. فهمت؟ هذا هو بارك الله فيك. فالله المستعان. نحن في زمن الفتنة يصبح فيها الرجل مسلما يمسي كافرا. فتنة كما وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، صماء عمياء لا يرى فيها الحق، ما يسمعوش فيها الناس، مجانين والو. والله المستعان. والسلام عليكم.